عايزه اقول لكم ان انا عملت طرق كتير جدا وباظت مني، وبجد فضلت ورا الكوكيز لغايه لما عملتها احلى. عايزه اقول لكم طلعت معايا المره دي احلى كوكيز انا عملتها. شايفين؟ بصوا الجمال. استنى اوريكم واحده كده بالشوكولاته. عايزه اقول لكم تجنن. بصوا بقى، بصوا تحفه تحفه عمالين نتسلى عليها يا جماعه. بصوا من ساعه ما طلعت من الفرن وعمال ياكلها. بصوا طريه وحلوه جدا. طبعا عايزه تنشف كل يوم. لو عايزه بقى تشوفي الطريقه يلا بينا نروح نشوف الطريقه، بس ما تنسيناش في اللايك وشير. اول حاجه كده بقى هنا هحطها بيضه، عليها الايه ربع كوبايه من السكر الابيض وتلت كوبايه من السكر البني. ممكن مش عايزه تحطي سكر ممكن تحطي عسل، يعني مش عايزه تحطي سكر ابيض ولا سكر بني ممكن تحطي عسل. وهنعمل بقى ايه دلوقتي؟ هنحط الفانيليا. هحط بقى كده معلقه كده من الفانيليا بس عشان ايه ريحه البيض. تمام. هنضرب كده مع بعض المكونات دي كلها كده اللي هي ايه البيض والسكر لغايه لما يدوب مع البيض. هنزل بقى عليها كده 100 جرام من الزبده بدرجه حراره ايه المطبخ. تمام. وهنكمل ضرب عشان لازم تبقى لينه عشان الزبده تسيح كده، يعني مش تدوب قصدي مع الايه السكر والبيض. هنا بقى بعد ما ضربت كده السكر البودر والسكر الابيض والبيضه والزبده بدرجه حراره المطبخ بقى لينه شويه طبعا عشان الجو دلوقتي، فهتبقى ماسكه نفسها سيكه. سيبيها بره شويه هتلاقيها بقت لينه معاكي. هنا رشه الملح، وهحط هنا معلقه صغيره من البيكنج صودا. ماشي. يعني بصوا انا مش هزوديها معلقه صغيره، نص معلقه صغيره بس. تمام. وهبدا بقى احط هقلب كده المواد الجافه كده بالطريقه دي، وابدا احط هنا احط بقى دقيق على الايه الخليط اللي احنا ضربناه. تمام اهو انتوا شايفين. وهنحط بقى شوكليت شيبس عندك قطع من الشوكولاته، عايزه تدخلي جواها نوتيلا برضو دي بتاعتك انت عادي، يعني عادي. هقلب كده الخليط كله مع بعضه عشان يتجانس مع بعض ويختلط مع بعض. هنا بقى هستخدم ايدي عشان بحب الصراحه ان انا اعجن كده بايدي عشان اعرف القوام وصل لغايه فين. بصوا العجينه عامله ازاي معايا طريه وحلوه. هبدا بقى احط لها هنا الشوكليت شيبس او شوكولاته قطع او اللي انت حباه. تمام. هنبدا كده عشان ايه نخلط كده عشان كله يدخل جواه عشان لما نيجي ايه نكورها تبقى. هنا بقى كنت سبتها في الثلاجه حوالي ربع ساعه كده، وهبدا بقى معايا هنا اي معلقه ايس كريم زي ما انت حابه. هاخد كده عشان عايزه تبقى كلها نفس الكميه، او انت بقى ومقدارك تقدري بقى لو خلاص ايديك ميزان تقدري تعمليها ايه كلها نفس ايه الحجم. ماشي. هنبدا بقى كده نفتحها كده في النص عشان عايزه احط يا شوكولاته قطع شوكولاته يا نوتيلا طبعا زي ما تحبوا. ماشي. هنبدا بس كده نفتح كده عشان نعمل لها بصوا زي فتحه كده اهي زي فتحه كده. هبدا بقى كده معايا هنا نوتيلا، بعد كده بقى اروح ضمها كده على بعض، بعد كده بقى اروح ايه مكوراها كده. الطريقه دي اهي نقفل بس كده عشان لو ايه حته كده ما اتقفلتش معاكي عادي، المهم بس عشان الشوكولاته ما تطلعش بره. نبدا بقى كده احط بالطريقه دي هعمل كام واحده كده برده معاكم. المقادير سهله جدا وبسيطه، وطبعا احنا بنحب الكوكيز والاطفال بيعشقوا حاجه اسمها كوكيز، فدي سهله جدا وبسيطه وحلوه في البيت انت عاملاها عشان طبعا ايه ولادك كده حاجه مضمونه انت عاملاها تقدري تجيبيها وتعمليها. هي عادي جدا كوبايتين من الدقيق وثلاث ارباع كوب من السكر البودر، بس عايزه تحطي سكر بودر عايزه تحطي ابيض بس براحتك. وهنحط ايه ربع كوبايه من السكر الابيض وبس، وفانيليا وبيضه. يعني بصوا مكونات سهله جدا وبسيطه ما فيهاش اي حاجه. نكور كده واحده واحده مع بعض بالراحه عشان ما تلاقيهاش ايه فكت منك. شايفين بصوا بقى عامله ازاي. نقفل بس من ناحيه الشوكولاته اهي. بصوا بقى عملت معايا الكميه دي بالطريقه دي. طبعا عملت نص جواه نوتيلا والنص ما فيهوش. تمام. هدخلها بقى الفرن، مسخنه الفرن قبليها من ساعه ما بدأ بالظبط يعني من 15 دقيقه ل 20 دقيقه. وطبعا بعدت طبعا لازم نسيب مسافه بالطريقه دي عشان خاطر لما تفرش. بصوا بقى الحلاوه والجمال بجد. عايزه اقول لكم ان دي احلى كوكيز انا عملتها في البيت. بصوا شايفين خدت لون حلو ازاي اهو. بصوا تحفه. عايزه اقول لكم طعمها خطير، عمالين يتسلوا عليها اهو.